تسريبات جبروت وأزمة صناديق التقاعد. كيف تقود النقابة CDT كدش معركة الإصلاح والمساءلة في المغرب؟ في ظل النقاش الوطني المتصاعد حول تسريبات جبروت وعلاقتها بملفات الفساد المتشعبة، يبرز صوت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT كمحرك رئيسي للمساءلة والمطالبة بتحقيق شفاف حول أسباب عجر الصناديق التقاعد بالمغرب. تشكل هذه القضية تقاطعاً نموذجياً بين تحديات مكافحة الفساد وضرورة ضمان العدالة الاجتماعية للطبقة الشغيلة. المشهد الوطني بين فضائح الفساد وانهيار الثقة. يطغى على الساحة المغربية في صيف 2025 جدل حاد حول تسريبات حساسة يعرفها الشارع باسم جبروت. لم تقتصر التسريبات على كشف صفقات وقرارات مشبوهة، بل طالت أسماء بارزة ومسؤولين من الصف الأول، ما عزز المخاوف من تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة. تناقلت الصحف والمنابر الإلكترونية وثائق تدين وزراء بممارسات مالية مثيرة للشك، لينفجر نقاش مجتمعي وحقوقي يطرح أسئلة عميقة حول إدارة المال العام ووضعية صناديق التقاعد. من جهة أخرى، أفادت تقارير وطنية ودولية بتراجع تصنيف المغرب على مؤشرات مدركات الفساد وتوسع فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة 7، حيث يعتبر 74% من المغاربة أداء الحكومة في مكافحة الفساد ضعيفاً، بينما يعتقد 41% أن أعضاء البرلمان متورطون بشكل مباشر. يؤكد ذلك الحاجة الملحة لمساءلة حقيقية وشفافة. دور النقابات في كشف الحقيقة. موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. برزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كصوت جريء يربط بين تسريبات الفساد وملف التقاعد. المركزية النقابية لم تكتفي برفع المطالب التقنية، بل دفعت بالنقاش نحو فتح تحقيق قضائي ومسؤول حول أسباب عجر الصناديق، وتشدد CDT على الشفافية الكاملة، ثم تقديم بيانات مفصلة حول التدبير المالي ومساءلة كل المتورطين من المدراء والوزراء. ترفض النقابة تحميل الشغيلة تبعات الإصلاح وتحميلهم أعباء إضافية. تشدد على تسديد الدولة لديونها تجاه الصناديق باعتبارها المشغل الأكبر. تطالب الحكومة باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين والالتزام بضمان الاستدامة المالية للصناديق. تنادي بألزمية التصريح بكامل الأجراء لمحاربة التهرب الاجتماعي والمالي. تصف الكونفدرالية الديمقراطية أي إصلاح أحادي وحكومي بأنه مرفوض وغير عادل، خاصة في ظل غياب الشفافية ونقص المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية. وتبقى مساءلة المتورطين في سوء التدبير أو الفساد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مقاربة إصلاحية مستدامة. تحليل تسريبات جبروت. لماذا هزت الرأي العام المغربي؟ أظهرت وثائق الشبكة المعروفة بجبروت معطيات حول ثراء غير مبرر لبعض المسؤولين الحكوميين وامتلاكهم عقارات فاخرة تم اقتناؤها وسط ظروف مالية مشبوهة. تثير هذه القضية فرضية استغلال النفوذ وتضارب المصالح على أعلى المستويات، ما يطرح علامات استفهام حول مدى تلاعب بعض الإدارات بأموال الصناديق والمال العام. أهم ما كشفته التسريبات. تورط مسؤولين في عمليات اقتناء عقارات بمبالغ ضخمة وقروض سريعة التسديد، عدم التصريح الكامل بقيمة الممتلكات لدى المصالح الضريبية، تساؤلات حول مصدر هذه الأموال وانعكاسها على مصداقية الإصلاح المالي. على خلفية هذه الوقائع، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي وغيرها من الهيئات للتحقيق الفوري واعتبار القضية قضية رأي عام وقضاء، مطالبة بمواقف حكومية مسؤولة تتجاوز بيانات النفي التقليدية. أسباب عجز صناديق التقاعد. الإصلاح الهيكلي أم سوء التدبير؟ كثيراً ما يتم اختزال عجز صناديق التقاعد في أسباب ديموغرافية، مثل ارتفاع عدد المتقاعدين وانخفاض المساهمين النشطين، لكن أصوات المنظمات النقابية تقول أن هناك أسباباً أعمق مرتبطة بسوء التدبير، ضعف الاستثمار وربما الفساد. تشير وثائق النقادة إلى ما يلي: استثمارات غير مربحة تمت في ظل غياب المحاسبة الفعالة، تأخر الدولة في تسديد التزاماتها المالية للمؤسسات الصندوقية، استخدام جزء من أموال الصندوق في سد عجز ميزانيات وزارات بعينها، ضعف المراقبة البرلمانية على أداء مدراء الصناديق العمومية. في هذا السياق تظهر الحاجة لإجراء تدقيق مالي شامل للصناديق ونشر جميع النتائج على الرأي العام، بما يتح لتحديد المسؤوليات والحد من التلاعب بأموال آلاف المتقاعدين الذين يمثلون قاعدة هامة في الاستقراء الاجتماعي. مصادر وروابط قوية لمزيد من القراءة. تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة. دليل مكافحة الفساد العالمي. موقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الخلاصة نحو مساءلة حقيقية واستراتيجية نقابية مستدامة. إن تلازم ملفي الفساد وإصلاح التقاعد في المغرب يكشف هشاشة منظومة الحكامة المالية وضرورة العودة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا يمكن إنجاح أي إصلاح تقاعدي دون مساءلة حقيقية للمتسببين في العجز، كما يتحمل المجتمع ومنظماته وخصوصاً للنقابات مسؤولية النضال من أجل إصلاح جذري عادل وشفاف. تشكل مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نموذجاً للضغط النقابي البناء الذي يربط العدالة الاجتماعية بضمان الشفافية وحماية المال العام. إن مستقبل صناديق التقاعد رهين بدرجة وعي المجتمع وقدرته على الضغط من أجل مساءلة كل مسؤول عن تدبير هذه المؤسسة العريقة.